السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة والف خير جميعا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض مشروب ساخن شتوي من الكافيهات. انا هقولك على السر اللي بيحطوه في السحلب في الكافيه. فطبعا مش ما بيحطوش هما رز بودر. انا ما بحطش برضو رز بودر. معايا ايه؟ معايا كوب كريم شانتيه مش محلى، معايا كوب سكر بودر. السكر ده يا حبايبي انا اللي طحناه في الطحانه بتاعه الكبه في البيت، ومعايا نص كوبايه جوز الهند برضو انا طحناها نعمتها شويه في الطحان بتاع الكبه، ومعايا نص كوب نشا، ومعايا نص كوب سمسم محمص، ومعايا المكسرات اللي انت عايزاها. عايزه لوز، بندق، سوداني، زبيب. المكسرات اللي انت عايزاها هتحطيها بعد ما هنعمل ايه السحلب. يبقى هقول معاكم المكونات تاني: كوبايه كريم شانتيه غير محلى، كوبايه سكر بودر، نص كوبايه سمسم محمص، نص كوبايه جوز هند ناعم، نص كوبايه نشا، ومعايا كيس فانيليا يا حبايبي. هنحط كل المقادير على بعض وهنقلبها. بسم الله. الكريم شانتيه الغير محلى، السكر البودر، نص كوبايه جوز هند ناعم انا طحنته معاكم طحنته في الكبه، خلاط الكبه، وسمسم نص كوبايه، بظرف فانيليا، ونص كوبايه نشا. دي مقادير السحلب اللي بتتقدم في الكافيه. هما بيحطوش يا حبايبي رز، هما بيحطوا كريم شانتيه مش محلى. فانا على طول بعمله كده، مبحطش رز اصلا. هنقلب المكونات كلها مع بعض، وهعمل معاكم كوبايه. لازم تخلطي كل المكونات مع بعض. معايا كوبايه حليب، نحطها في الحله مع بعض. بسم الله. طبعا كل كوبايه تعملي لعدد الاكواب اللي يعجبك. كل كوبايه عليها معلقتين من بودر السحلب. وهنقلب على البارد يا حبايبي عشان النشا بتتكتل لو اتقلبت على السخن. هنقلب المقادير كده على البارد ونحطهم على النار وهرجع لكم. وعملت كوبايه يا حبايبي عملتها على النار، وبعدين هنحط بقى بعد كده المكسرات فوق الوش اللي انت عايزاها. وعايزه اقولك طبعا البودر اللي احنا عملناه ده هنحطه في علبه ناشفه نضيفه في باب التلاجة او باب الفريزر. ويا رب تجربي طريقه السحلب بطريقه الكافيهات على طريقه الشيف هاله. يا رب يعجبك، والف هنا وشفا عليكم يا رب.